أعزائي مشاهدي قناة الأنبار الفضائية، تحية طيبة وأسعد الله مساءكم ورمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. حلقة جديدة من برنامج أسود الصحراء. نلتقي برحاب الرجال البسلاء الشجعان حماة الأرض والوطن والإنسان، إنهم بواسل جيشنا العراقي، فخر الأمم والأوطان، سوح الوغى تعرفهم رجال يوم النوب، صولاتهم مفخرة أبات حين الطلب، بهم ضياء موطني للشمس قلنا اغربي. نلتقي اليوم أيها الأحبة في رحاب مقاتلين الشجعان البواسل، يرسم لنا مثل ما رسموا في ميادين النصر والتحرير صورا بطولية قتالية جميلة يزينها الفخر ويؤطرها الانتصار. جيش وفيه من الأبطال كل فتى عالي الجناب عراقي به شمم، في صدره من أغاريد الردى طرب، في صوته من أناشيد الورى نغم. حسب توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المحترم بإنشاء خطوط صد رصينة في المناطق الصحراوية، وذلك لمنع تحركات داعش الإرهابي وقطع خطوط الإمداد لديهم، وبإشراف مباشر من قبل السيد وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد قائد القوات البرية المحترم. باشرت قطاعات الجيش العراقي الباسل الملحقة بقيادة القوات البرية بإنشاء خطوط صد ونقاط نموذجية مع أسود الصحراء. أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم جولة ميدانية للسيد قائد فرقة اللي بالقاطع، وحاليا اليوم مع السيد قائد فرقة المشاة العشرين. الله يسعدك سيادة القائد. عليكم السلام. شكرا لإعلام قيادة قوات البرية ونتشرف بحضورهم في قاطع مسؤولية قيادة فرقة المشاة العشرين اليوم إن شاء الله بإذن الله، وبيوم رمضاني كريم. سنزور لواء المشاة 43 الذي ماسك خط صد من الجغيفي باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين. هذا الخط الاستراتيجي باتجاه الصحراء البعاج وصحراء الحضر. إذن أعزائي المشاهدين، مع السيد قائد فرقة المشاة العشرين عمليات غرب نينوى في جولة ميدانية تفقدية. السلام ورحمة الله سيدي. شلونك يا بني؟ الله يحفظك. الله خير وبركة عليك ان شاء الله. عليكم اجمعين ان شاء الله. شلون وضعكم هنا؟ والله الحمد لله، الله يسلمك سيدي. ارزاقكم والله نعم. ويا الفطور. خير من الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. هذا ناظرهم من حاطين؟ ان شاء الله. انتم هسه باتجاه الصحراء البعاج. نعم. ما عندكم مشاهدات خلال هالايام؟ لا ان شاء الله ماكو شيء. ويا المطر شلونكم؟ نعم. ونعم بالله، بارك الله فيك. وبيك. جايزكم سيدي. كلها ماشي. عافية عافية، بارك الله فيك. وبيك اكثر.
باستمرار يحتاج الى ادامات، باستمرار يراد له تنظيف. وهاي تعرف اهميتها صار على معبر. وهاي من النوع يعني الامريكي وفيها اسم جناي. فضروري انه هاي 24 ساعه تكون صالحه للعمل. نعم سيدي، حسب توجيهاتكم سيدي تم إدارة الناقل الحركة والمكينة. الله يبارك. على خط الصد والبعيد عن المدينة، ونشوف اليوم دور الأخ آمر الفوج في تقديم أفضل ما يمكن من الخدمات وحسب التوجيهات اللي صدرت من سيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم، وبمتابعة مستمرة وبتوجيهات مستمرة من سيد قائد القوات البرية لأن القادة. فإحنا قاعدة نستمر ببناء العقد النموذجية، وضعنا خطة من خلال القيادة وبتوجيهنا للتشكيلات. آمري التشكيلات نفذوا هذا التوجيه وطبقوا هذا التوجيه مثل ما تشاهدون اليوم. احنا على خط الصد اللي يربط بين صحراء البعاج وصحراء الحضر، وتشوفون هذه النقطة النموذجية اللي موجودة. طموحنا كقائد فرقة بدينا بمقرات السرايا، وثم بعدين كمرحلة ثانية حتكون الفصائل، إلى أن نوصل إلى نقاط نموذجية بحد مستوى حظيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحه المحترم والسيد معالي وزير الدفاع والسيد رئيس اركان الجيش والسيد قائد قوات البريه المحترمون بانشاء خط صد الممتد من المجمع الجغيفي باتجاه الحضر وباتجاه الحدود الفاصله مع قياده عمليات صلاح الدين. طول هذا الخط الصد 163 كيلو مربع. تم إنشاء نقاط وعقد نموذجية وبإشراف ومتابعة مباشرة من خلال السيد قائد قوات البرية المحترم، من خلال الدائرة التلفزيونية ومن خلال زيارات التفقدية التي كان يرافقها مع السيد رئيس أركان الجيش. تم إنشاء ما يقارب 22 عقدة بمعدل عقدة لكل سرية من سرايا التشكيل اللواء 43، والحمد لله تم تكامل هذه العقد من جميع الجوانب من هيسكو وكذلك قواطع منام نموذجية، وكذلك إيصال ما يمكن إيصاله من التيار الكهربائي، والعقد التي لا يمكن إيصال التيار الكهربائي لها تم تعزيزها بالمولدات. كما تم تجهيز مقر قيادة فرقة المشاة 20 وتشكيلاتها بأسلحة وكاميرات حرارية وأسلحة ساندة بالإضافة إلى النماظير الليلية.
وكذلك تشرفت قيادة فرقة المشاة 20 بزيارة السيد القائد العام للقوات المسلحة، وكان برفقته السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد قائد قوات البرية، للاطلاع بصورة عملية على خط الصد الرابط من البعاج إلى الحضر، ومن ثم إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين. حسب توجيهات المراجع المحترمين باشرنا بإنشاء نقطة نموذجية ضمن قاطع منطقة البعاج باتجاه الحضر، وهذه النقطة تتكون من فيها أسلحة ساندة لغرض صد العدو المجاميع الإرهابية. ويتوفر لدينا معبر المهم هو معبر الحمدانية. معبر الحمدانية يكون باتجاه صحراء البعاج، يتوفر فيه عناصر استخبارات من قيادة المشاة الفرقة المشاة 20 واللواء المشاة 43 ومقر الفوج الثالث، لغرض التدقيق الأمني إلى الرعاة المتجهين باتجاه قاطع الصحراء.
أعزائي مشاهدي قناة الأنبار الفضائية، برنامج أسود الصحراء. حاليا احنا بلواء المشاة 43 لفرقة المشاة 20 قيادة عمليات غرب نينوى. أعزائي مشاهدي قناة الأنبار الفضائية، لازلنا وإياكم مع أبطال اللواء 43 لفرقة المشاة 20، وها نحن في منطقة الحضار على خطوط الصد الأمامية، وهذه هي النقاط النموذجية. كنا في جولة مع السيد آمر لواء المشاة، وكانت جولة حقا ممتعة عندما نرى الأسود في عرينهم. ها هم الأسود على الحدود. حسب توجيهات المراجع المحترمين
ومن خلال الزيارات المستمرة للسيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد قائد القوات البرية المحترم، وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد فرقة المشاة العشرون، تمكنا من إكمال خط الصد لقاطع مسؤولية لواء المشاة 43، والذي يبلغ طوله 163 كيلومتر. يمتد هذا الخط من البعاج إلى الحضر، وتم إسناد هذا الخط بالكاميرات الحرارية، وكذلك إسناده بمختلف الأسلحة الساندة، كما تم تجهيزه بمختلف معدات الرؤية الليلية، كما تم التأكيد على توفير الجانب الإداري للمقاتلين. ومن جانب آخر تم إنشاء وإعادة تأهيل مقر لواء المشاة 43 بكافة ومختلف الأمور الإدارية والأمور التي تخص الإدارة التعبوية، كما تم تأهيل وإعادة إنشاء مقر فوج المشاة الثاني لواء المشاة 43، وكذلك بقية الوحدات التابعة للواء نفسه. الكريمة. اليوم أنا حبيت إنه أشرف بحضوري يمكم وأفطر ويا هاي النخبة الطيبة من المراتب إن شاء الله. ستر وعافية وأجر للكل. وعليك توكلنا ولصوم غد نوينا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صيام مقبول جميعا. خصوصيته وله مكانه مقدسه عند المقاتلين، حتى تكون عندكم تصور، خاصه احنا عندنا القاده. عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا يمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهسه احنا كل اللي قاعدين اكو قسم عندكم هسه حاليا هم الساتر وبالواجبات، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم الصحه والعافيه والستر بهذا الموضوع، لان هو صايمين لكن ما نقدر احنا نعوف مكاتبه. فتوجيهي للاخ عامر اللواء والاخ عامر فوج المطلوب حاضر ويانا انه تتضاعف الارزاق للمقاتلين، خاصه اكو عندنا توقيت صعب اللي هو التوقيت من ما بعد الفطور وللسحور، فيحتاج الجندي الى بعض تحسينات من الاكل، فيكون هذا التوقيت مفتوح لهم. اخوتنا حاضر لهم سيدي، دبس وراشي، طماطم، الدهن، وشوربه اضافيه حتى يصير عندهم مجال يقدرون يصومون لان واجبات.
وحسب توجيهات السادة المراجع المحترمون باشر مقر مفوج المشاة الرابع ببناء النقاط النموذجية في عمق الصحراء، وذلك لتوفير أقصى درجات الراحة للمقاتلين في قاطع المسؤولية، حيث تتوفر فيها جميع وسائل الراحة، المنام والسكن وكافة الشؤون الإدارية. ونعمل بحسب توجيهات السادة المراجع على الاستمرار بالعمل لتوفير أقصى الأمور والشؤون الإدارية. أعزائي مشاهدي قناة الأنبار الفضائية، لهنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج سود الصحراء، حتى نلتقيكم بحلقة جديدة من هذا البرنامج نستودعكم الله.